انا عندي كيس سجق قطعته حتت، بس في حتت كبيره شويه كده تلاقيني بقطعهم بالسكين، بس لا ما يمسكوا نفسهم شويه عشان خاطر لما بيكون كده بيبقى طري بيطلع اللحمه بتطلع منه. قلت اسيبهم يتشمعوا كده شويه على البوتاجاز، بعدين بعد كده بقى ايه هقطع بقى اللي عايز تقطع قطعه. كنت برضو بقى ورا الكاميرا بقى بقطع بصلايه جوليان كده، وبقطع حتت صغيره. ما حطيتش اي ماده دهنيه، حطيت السجق كده لوحده، ما حطيتش معاه اي حاجه. نزل شويه ميه كده يشربهم بقى، وبعد كده بقى ايه اروح حاطه بقى عليهم الحاجات. نشف في حتت كبيره بقيت اقطعها انا حتت كبيره وهتتحط في سندوتش. واروح احط بقى عليه البصل، هي بصلايه واحده كفايه اوي. متنسونيش بقى في اللايك والشير، وربنا يخلي لي الناس اللي بتتكلم يعني بتقول كلام جميل يفتح النفس على الفيديوهات، ربنا يكبر بخاطرهم. حطيت بقى القوطه كمان، ديهم تقليبه كده. نجيب قرن فلفل اهو، قطعت قرنين كمان عشان الفلفل ده بيخليه في حته تانية. وبرده دقيت فص توم كده صغير وحطيته برضو على جنب. اهو بص هحط بقى فص التوم كده ياخد تشويحه، كانت طعمها جميله والله، كانت شويه سجق زي العسل، جميل مش جميله. سبتهم بقى يتشوحوا كده مع نفسهم، حطيت شويه ملح، حط شويه فلفل اسمر وبس، مش حاطه اي حاجه تانية. اهو كده خلاص طفيت عليهم البوتاجاز. اعمل بقى سندوتشات. كنت جايبه فينو عاملاه قصاب المقص كده فتحاه، ورحت عشان اعمل سندوتشات كنت اشيل الحته اللي هنا الحته اللي ورا واعمل سندوتش. احلى ما نشتري من بره جاهز ده، ولا تعرفين معمول ازاي، لكن في البيت انت عارفه معمول ازاي، حاجه جميله ما شاء الله عليه. متنسونيش في اللايك والشير. عملت 5 سندوتشات ورجعت عملت كمان 3 تاني. مع 1000 مليون سلامة. متنسونيش بقى في اللايك والشير. مع السلامة.